بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل ذكريات يوم 25 ديسمبر. دي الجزء الثاني، انا سميته الشطرنج والحبس الانفرادي. المقالة عنوانها كده: الشطرنج والحبس الانفرادي. علم النفس الاجتماعي توصل الى ان الحبس الانفرادي يزيد تأثيره البيولوجي على الفرد عن التجويع والحرمان من الطعام. والتلامس والحمل بالنسبة للطفل ضرورة بيولوجية لنموه العقلي والبدني، بحيث إذا تعرض إلى حرمان كبير من التلامس مع الأم والأقران فهذا قد يؤدي لإصابته مستقبلا العديد من الأمراض والتشوهات العقلية والنفسية. الحبس الانفرادي هو أسوأ أنواع العقوبات، بل هو أسوأ من التعذيب بالضرب والصعق الكهربائي. ده الأبحاث أثبتت كده. فالضرب والصعق على قدر ما يسببه من ألم، إلا أنه يمد الإنسان بالجرعة المطلوبة من التلامس والتفاعل الاجتماعي. لذا فالمؤسسات الحقوقية تحرم الحبس الانفرادي كعقوبة، لأنه مدمر لعقل الإنسان ولصحته ولصحته البيولوجية أيضا. ونلاحظ أن الحبس الانفرادي يشيع في المعتقلات السياسية للأسف الشديد، لأن الحكام الطغاة يدركون أهمية قطع صلات التفاعل الاجتماعي بين المسجون والآخرين، وأن هذا القطع سيؤدي لموت هذا الشخص اجتماعيا مع الوقت، بحيث أنه حتى لو خرج إلى العالم فسيكون عاجزا عن التواصل الطبيعي مع الآخرين. وهذا يفسر إلى حد كبير محاربة الحكام الطغاة لتأسيس الجماعات السياسية، لأنهم يعلمون مدى القوة النفسية التي يكتسبها الأفراد من الانضمام إلى تلك الجماعات. وهذا يفسر أيضا جاذبية انضمام الأفراد إلى الجماعات الاجتماعية المختلفة مثل روابط الأندية والجمعيات الثقافية والسياسية والدينية، فهي تمد الأفراد بالغذاء النفسي الاجتماعي الضروري لحياته. يعني دي حاجة مؤكدة علميا في علم النفس الاجتماعي. وانت تلاقي فعلا المجتمعات المتطوره، تلاقي الفرد نشيط اجتماعيا جدا، على عكسنا. يعني احنا بنتخيل ان احنا نشطاء اجتماعيا عشان احنا في الشوارع طول النهار وفي الليل لا، لكن ما عندناش الروابط الاجتماعيه المؤسسيه برضو. يعني كلها حاجه عشوائيه، اتنين تلاته نازلين يتمشوا كده يعملوا بتاع، لكن ما فيش الروابط، ما فيش النوادي بشكلها الحقيقي زي زمان، زي نادي الجزيره مثلا. ما فيش العمل المؤسسي، مراكز. يعني كان في فكره عملها عبد الناصر اللي هي مراكز الشباب. ما اعرفش الفكره دي وقدت ليه، انا مش فاهم. المراكز موجوده، مش عارف 13000 مركز شباب حاجه كده، وملاش اي قيمه من اي نوع. مثلا المفروض يتعمل دوري مراكز الشباب، دوري المدارس الثانويه، دوري الكليات، دوري الجامعات. فين؟ مش فكره التنافس على الكوره بس. ايوه هتطلع مواهب برضو، لكن كمان ايضا بتعمل روابط اجتماعيه، بحيث ان الانسان يبقى عنده روابط عديده بين الناس، روابط اجتماعيه. طيب، وهذا يقودنا الى اهميه مقاومه الطغيان السياسي بشكل مؤسسي وعن طريق جمعيات واحزاب. ونلاحظ ان الثورات تنشا في الغالب عن طريق تلك المؤسسات وما تبثه في اعضائها من طاقه والهام. اي ان الحبس الانفرادي كسلاح للحكام الطغاة يتم تطبيقه على المعارضين الصريحين، يناظره منع التظاهر ومنع تشكيل الجماعات والمؤسسات السياسية، حتى لا يتحول الأفراد الخاملين سياسيا إلى معارضين صريحين. الأديب النمساوي العبقري طبعا ستيفان زفايج، واللي طبعا أنهى حياته هو وزوجته بالانتحار احتجاجا على العنف اللي في العالم وعلى الاستعمار يعني راجل محترم. يعني هو طبعا يهودي ولكنه راجل محترم. ستيفان زفايج ده ليه اعمال كبيره جدا، اعمال مشهوره جدا دخلت تاريخ الادب، زي رساله من امراه مجهوله اللي عملها فريدة فيلم، وزي حذار من الشفقه، وزي حاجات كتير قوي، لعب شطرنج. وليه كتب، يعني الراجل ده انا بحبه جدا، وكتبه مهمه قوي. ليه كتب عن يعني اهم الاحداث العالميه من وجهه نظره. كتب بعنوان، هجيب لكم العناوين. يعني مثلا عنده كتاب عده اجزاء اسمه بناة العالم. بناة العالم ده بيتكلم عن اهم ادباء التاريخ، زي هولدرلين، دوستويفسكي، بلزاك. ده الجزء الاول. والجزء الثاني بيتكلم عن ديكنز، تولستوي، ستندال، كلايست. و عنده روايات مثلا 24 ساعة في حياة امرأة،
في عنده كتاب اسمه الخوف، روايه هي اسمها الخوف. عفوا. في عنده زي ما قلت روايه المشهوره جدا احذر من الشفقه. دي من اللي هي الروايات اللي هي ايه، علمت في عالم الادب، يعني زي الجريمه والعقاب لدوستويفسكي، زي هاملت شكسبير كده. احذر من الشفقه. وفي رساله من امراه مجهوله، طبعا دي روايه عبقريه. وفي بقى كتاب اللي هو ساعات القدر في تاريخ البشريه. ده بيتكلم عن كتاب مهم قوي بقى، بيجيب يعني حاجات معينه، احداث معينه في تاريخ البشريه. 14 مقاله، 14 بحث تاريخي في حوادث مرت بتاريخ البشر. حاجات مهمه جدا يعني، بيحللها كويس قوي، بيتكلم عنها كويس جدا يعني. 14 حادثه، 14 حدث. في كتاب اسمه عالم الامس. ستيفان زفايج، عالم الامس. آه، دي مذكرات يعني، حاجه بيكتبها عن حياته وفي عنف الديكتاتوريه. في بقى ايه لاعب الشطرنج اللي هنكلمكم عليها دي. دي زي يعني هي روايه صغيره. في ماجلان، كتاب عن ماجلان. في كتاب عن ماري انطوانيت. في كتاب اسمه بائع الكتب القديمه. فستيفان زافايك ده من الادباء المهمين جدا في تاريخ الادب العالمي. آه، وانا زي ما قلت ستيفان زفايج دوت زي ما قلت اهم اعماله زي ما قلنا حذار من الشفقه، رساله من امراه مجهوله، فيلم رساله من امراه مجهوله، عاشت للحب. اللي هو اتعملت اسم عاشت للحب في السينما المصريه. وفي 24 ساعه في 24 ساعه في حياه امراه، اللي هو اتعمل بعنوان رساله من امراه مجهوله. خلاص. وهذا الاديب بقى، الراجل ده اهميته بتكمن فيه، يعني قصدي من اهم اعماله ان هو كان اتعرض للحبس الانفرادي. كان هو اتعرض للتعذيب شويه في المانيا قبل ما يهرب يروح امريكا اثناء الحكم طبعا النازي. فليه روايه بديعه جدا اسمها لاعب الشطرنج. لاعب الشطرنج دي حيث عرض لحياة سجين في معتقل نازي، يتم حبسه انفراديا ومنعه من التواصل حتى مع الحرس. يعني الراجل السجين ده هم قرروا ان هم يعذبوه بطريقه مختلفه شويه. حطوه في اوضه صغيره كده فيها سرير بينام عليه فقط لا غير، وحمام صغير كده يعني يقضي فيه حاجته، وفي شباك. الشباك ده على ممر صغير متر كده وبتاع، وقدامه حيطه، حائط كده، بلوك حائط، بحيث ما بيشوفش اي حاجه، ما بيشوفش السماء. الحائط عليه قوي بحيث مهما بص ما يشوفش. وما فيش اي قدره انه يشوف حاجه خالص الا غير الحائط بس. وقرروا ان هو ما حدش يتكلم معاه اطلاقا. يعني حتى لما بيجيبوا له الاكل بيجيبوا له من تحت الباب. ساعات بيجيبوه في نص الليل يصحوه ويفزعوه عشان يستجوبوه، وبعدين يوقفوه كده بالثلاث ساعات كده خلاص قدام المحقق. ممنوع الكلام، ما حدش يتكلم معاه خالص. كويس. هي الفكره ان هم كانوا عايزين ياخدوا منه معلومات معينه، فهم قرروا يطبقوا عليه تجربه اللي هي ايه، السحق النفسي. عشان هو ايه الحكايه دي، ان عدم الكلام دي كارثه، ان يعني ان ما حدش يرد عليه او حتى حد يبص له. دي هتعمل له انهيار نفسي، هتخليه يعترف بكل حاجه. ده كان احد اساليب التعذيب يعني. خلاص. حيث كان يتم وضع الطعام له تحت الباب، وكان الغرض هو تحطيمه نفسيا حتى يصبح جاهزا للاعتراف بما هو منسوب اليه بكل سهوله. يعني في طرق تانية التعذيب والضرب وكده، لكن في طريقه قال لك لا، الطريقه دي اقوى، ان محدش يكلمه سيبوه كده مثلا. هو هيعترف بعد الضغط النفسي ده، هيبقى سهل انه يعترف. وفضلوا على كده، يا يجيبوه كده كل يومين ثلاثه، 3 ساعات يوقفوه، بعدين المحقق يساله
انت ما اعترفش، خش دخلوه تاني وسيبوه 3 4 ايام 5 ايام بالطريقه دي. فخلاص حتى مسؤول جدا. ولكن حصلت مصادفه غريبه، مصادفه عجيبه، ان الراجل ده المعتقل ده وهو واقف قدام المحقق كده ساند ظهره على الحيطه، تعبان بقى 3 ساعات واقف. آه كان في مشجب اللي هو اللي بيعلقوا عليه البلاطي والهدوم دوت كده، اللي هو يسموه ايه معرفش. كانت في البيوت زمان كانت تلاقي كده البتاعه دي يعلقوا الواحد يخش من الباب يحط الطربوش عليها ويحط البلطو ويحط مش عارف ايه، وهي عليها الجلابيه ويلبس الجلابيه، اللي مش معقول هنقعد نفتح الدولاب كل شويه. بيسموها مشجب يعني. انا عندي على فكره هنا منها اتنين وبحبها قوي بصراحه، مع ان المدام رفضاها لانها بتقول لي دي فكره عتيقه جدا يعني قديمه جدا، لكن انا شايفها جميله قوي يعني بصراحه. خلاص. فهو لقى المشجب ده جنبه كده بالصدفه بقى، هو ايه فضل يتسحب يتسحب لحد ما بقى جنب المشجب. المشجب كان متعلق عليه بلطو، بلطو بتاع المحقق ده. فهو لمح في جيب البلطو يعني جزء من كتاب، قال بس هو الكتاب ده اللي هينقذني من العزله. ففضل يقرب 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 لحد ما والمحقق ساهي عنه، قام سحب الكتاب من جيب البلطو وخباه في ايه في هدومه. قال بس فراح العنبر. هم كانوا متوقعين ان هو خلاص هينهار، خلاص هو كان هينهار على فكره. بيفتح الكتاب لقى كتاب في الشطرنج، كتاب عن ادوار يعني مباريات الشطرنج اللي هي العالميه الكبيره جدا، كتاب عن الشطرنج. جاله احباط، هو افتكر كتاب بقى عن التاريخ عن السياسه عن الفلسفه عن الادب، اهو حاجه تديله حاجه في العالم يعني، تخليه يفكر في حاجه يعني تنقذه من بتاع. فقال لك خلاص هعمله ايه، هعمل ايه، العب شطرنج. طبعا ما عندوش رقعه، بس البطانيه كانت من زمان البطاطين بتاعت السجون وكده بتبقى اللي هي ايه مربعات اسود في ابيض اسود في ابيض، عارفينها يعني الناس اللي قدام عارفينها دي. دي كانت شائعه حتى في البيوت يعني، كان عندنا انا فاكر وانا طفل كان عندنا واحده زي دي. فقال لك هلعب على على المربعات دي، هعملها كده كلوحه شطرنج بالنهار. طبعا يعني لما بيصحى بقى وبتاع خلاص بيعملها كده زي لوحه شطرنج 16 في 8 في 8. انتوا عارفين طبعا لوحه الشطرنج. و طب القطع هيعملها من ايه؟ بدأ يعملها من الخبز اللي بيجي له، بقايا الخبز اللي بيجي له، بقايا الاكل اللي بيجي له الخبز بالذات. بدأ ينحت كده كل يوم لحد يعمل قطعه قطعتين. العساكر بقى مثلا اليوم اداله. هو المهم انك تعرف يعني انت قطع شطرنج بتعتمد على ان انت تعريفك ليها، لان انا ممكن العب على الاقي حاجات معموله بشكل كده غريب كده وبتاع. المهم انت هو قدر يعمل مثلا العساكر بشكل معين، وبعدين يعمل الافيال بشكل معين الاربع افيال، وبعدين قدر يعمل الطوابي، وبعدين الوزير والملك وكده. وطبعا ايه عشان يعلم الابيض والاسود عمل حاجه كده مثلا من مجرد علامه كده تدل ان ده اسود يعني، حز كده خده من البطانيه كده او حاجه، بحيث ايه يعني ده القطعه السوداء ودي القطعه البيضاء. وفضل بقى يعمل ايه يلعب الادوار. قاعد طول النهار بقى يلعب الادوار اللي موجوده في الكتاب. يلعب الدور الاول وبعدين يلعب الدور الثاني ويلعب الدور الثالث ويلعب الدور الرابع ويلعب الدور الخامس. خلاص ملوش حاجه، وبعدين يعيد من الاول وجديد، يلعب الدور الاول يلعب الدور الثاني يلعب الدور وهكذا. هما مثلا فيها مثلا 20 دور او حاجه، فضل يلعبهم يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم لحد ما حفظ الادوار دي صم كده، بقى يلعبها في خياله. ما احتاجش بقى البطال، خلاص حفظهم. الدور الاول اول نقله مش عارف ايه وده بيرد عليه يعمل ايه وده بيرد عليه وده بيرد. حفظ بقى يلعبهم في خياله. وحصل له ان هو كان يلعبها في خياله حتى وهو نايم، لدرجه ان هو كان بيحلم بالادوار دي، بيحلم وهو نايم بالادوار، يقعد يلعب ومش عارف ايه انت عارفين انتوا يعني حفظ المواقع
خلاص انت عارف الشطرنج بيقول لك ايه، بيدق خمسه مش عارف ايه اتش ايه، يعني كل رقعه، كل خانه ليها يعني ليها اسم ديكارتي كده، يعني ايه افقي وراسي، 4 اتش 5 اتش كده يعني. فهو حفظ دي كمان، فبقى يلعبها وهو نايم بالليل. 4 اتش ارد عليه بخمسه دي، ارد عليه مش عارف حصان ده مش عارف ايه كده، حفظها خالص وهو نايم. الشطرنج ده الحكايه دي اديته مقاومه لدرجه ان هو المحققين استغربوا. هو يعني هم جربوا الطريقه دي مع ناس كتير، فبينهار بقى خلاص، بينهاروا وبيعترفوا بكل حاجه. فاديته اعطاه شطرنج المقاومه، ولكنه حطم اعصابه فانهار تماما، وتم نقله الى المستشفى حيث تم تسريحه، فانهار بقى نفسيا وبدا يهلوس وكده، قالوا بدا يتجنن. خلاص ودوه المستشفى الامراض النفسيه، وبعدين ايه افرجوا عنه وقالوا ده اتجنن، ده مجنون، ملوش قيمه عندنا. لان هو ما كانش مثلا عنصر مقاوم ولا حاجه، هم كانوا كراجل كان مثقف، وكانوا شاكين فيه ان هو ليه افكار ضد النازيه ومش عارف ايه وبتاع، يعني مش يعني هم ما كانوش مثلا ان هو ليه نشاط مادي، لا هم يعني ايه بيقولوا ده مثقف وممكن ليه افكار ضد النازيه ومش عارف ايه وبتاع. فهم كانوا شاكين ان هو زي مثلا عبد الناصر ما قبض على الشيوعيين وقبض على المثقفين وعلى الشعراء يعني عبد الناصر قبض على عبد الرحمن الابنودي وقبض على احمد فؤاد نجم وقبض على فؤاد حداد وعلى شعراء تانيين وعلى لويس عوض مثلا. طب انت قبضت على لويس واحمد رائف، قبضت على الناس دول ليه؟ دول ناس مفكرين يعني، هو بيتهيأله ان دول افكارهم دي هينشروها وتبقى ضده يعني. ادي كل حكايه. غبي الدكتاتور بيبقى غبي على فكره، ودي قالته تفاهه الشر. الفيلسوفه الالمانيه هانا نسيت اسمها، هجيب لكم اسمها برضه، هجيب لكم اسمها حنا ارندت. ليها كتاب مشهور جدا، هي يهوديه وراحت تغطي محاكمه ايخمان، ده كان ضابط نازي كبير اللي كان بيعذب اليهود اللي اسرائيل قبضت عليه وخطفته من الارجنتين وحاكموه. واحد المجلات الامريكيه كلفت حنا ارندت دي انها تغطي، كانت لسه شابه، تغطي المحاكمه. فلما غطت المحاكمه وسمعت كلامه الراجل ده، لقيت لك ده راجل تافه، يعني هو ما عندوش دفاع خالص. هو بيقول انا يا بيه بنفذ تعليمات يا بيه، انا مالي يا بيه، يقول لي افتح الفرن وحط اليهود، فتحت الفرن وحط اليهود، انا يا بيه انا غلبان يا بيه كده يعني. فقالت ده عبيط، هو طبعا تم اعدامه. فطلع كتاب اسمه تفاهة الشر، قالت ان يعني ده تافه. ودي الفكره اللي خدها وحيد حامد في فيلم البريء. ما وحيد حامد ده كان مقتبس برضه، يعني خد الفكره دي اللي هي تفاهة الشر في فيلم البريء ده احمد زكي. فبيقول لك ان العسكري ده اللي بيضرب وبيعذب ده انسان تافه اصلا، ما يعرفش حاجه، جاهل. انا مش موافق على الفكره دي، مش موافق. لان حتى لو هو جاهل، او حتى لو هو بريء او ساذج او هل اخلاقيا انت كانسان تعذب انسان تاني زيك مهما كان السبب، حتى لو هو من الاعداء؟ ده حتى لو انت راجل يعني بتفهم حاجه في الدين، ده رب ده في القران، لو بتقرا القران مثلا هتقول ايه، يطعمون الطعام على حبه يتيما واسيرا. ده انت مطالب ان انت تعامل الاسير ده زي اليتيم، يعني حسن معامله الاسرى ده من الاسلام. يعني هنفترض ان هم اقنعوك ان دول اعداء الوطن زي ما جه في الفيلم. طب اعداء الوطن دول اسرى عندك، انت بتضربهم ليه وبتعذبهم ليه؟ خلاص اسير، عايز منه ايه؟ ما انت اثرته خلاص، بتعذبه ليه؟ فمش مبرر. انا مش مقتنع بنظريه البريء دي، فيلم البريء، ولا نظريه تفاهه الشر بتاعت حنا ارنولد. انا اسف يعني، مع اني بحبها، بس انا مش مقتنع بالفكره بتاعتها دي خالص. حيث ايه يقول لك، هو بيقول لك كان يلعبها في خياله حتى وهو نائم، اعطاه شطرنج المقاومه ولكنه حطم اعصابه فانهار تماما، وتم نقله الى المستشفى حيث تم تسريحه بعد فتره، بعد ان تاكدوا من انه لم يعد يشكل اي خطر، حيث اكد الاطباء انه اصيب بمرض عقلي، خلاص ده اتجنن يعني. فواحد اتجنن لويس حاجات كده، هيعمل ايه ده يعني؟ مش خطر على الدوله، هنقعد ناكل فيه ونشرب فيه، خلاص ما مشوه. وقد نصحه الاطباء، والاطباء بقى قالوا له ايه وهم بيسرحوه، بص ننصحك عشان انت عشان تخف، ما تلعبش شطرنج خالص، ما تقربش من اي شطرنج مدى حياتك، والا المرض العقلي هيرجع لك
هو كان خف شويه يعني، خف من الهلاوس ويقوم بالليل بيهلوس ويعمل كده، فكان خف شويه. قال له بص ما تجيش ناحيه الشطرنج. فهو بيقرر يسافر الى امريكا على متن احدى السفن، والتي كان يسافر عليها في نفس وبالصدفه بقى لاجل حظه كان في نفس الوقت على السفينه دي مسافر. هو طبعا بعد الكلام ده بعد الحرب يعني ما خلصت، كان بيسافر في نفس الوقت احد ابطال العالم في الشطرنج. شوف بقى المصادفه. وهو ستيفان زفاج بقى بيحكي، البطل ده برضه بطل في القصه يعني، فبيحكي بقى قصه حياته ازاي هو بقى بطل العالم في الشطرنج، ان هو ريفي جلف ولكنه كان كان صبي غبي كده للقسيس بتاع احد الكنايس، يعني بينظف له الكنيسه ومش عارف ايه ويعمل ايه وحاجات زي كده. ولد كده صبي يعني مش متعلم ولا حاجه وجاهل كده. ولكن كانت الفكره ايه، ان القسيس ده كان ليه صديق بيجي له كل يوم بالليل ويقعدوا يلعبوا شطرنج. فكان الولد ده بيقعد يتفرج معاهم كده، يتفرج كل يوم كل يوم سنين طويله بيتفرج بس. فجه في يوم وكان القسيس بيلعب مع الدكتور بتاع القريه، قريه كده صغيره. في في احد الايام تم استدعاء القسيس لحاله وفاه طارئه. كان عنده الدكتور وكانوا قاعدين يلعبوا، فالناس قالوا تعالى ده في واحد بيموت، تعالى عشان ايه تصلي عليه وبتاع. فمشي قال له هخلص الراجل ده، هخلص الميت ده واجي لك على طول نكمل ايه الدور. كان الدور في منتصفه. فالدكتور الدكتور يعني ايه بص لقى الولد ده بيبص قوي كده للرقعه كده، فقال له ايه تحب تكمل؟ قال له ايوه. قال له طب كمل. الغريب بقى الدكتور صعق لان الولد كمل الدور وغلبه. فقال لك يمكن في حاجه اسمها حظ، في حاجه اسمها في الشطرنج اسمها حظ المبتدئين. دي حاجه موجوده من اللي يعرفوها اللي بيلعبوا شطرنج، اسمها حظ المبتدئين. يعني ايه، انت ممكن تلعب مع واحد مثلا تافه في الشطرنج يغلبك دور كده، ده اسمه بيسموه حظ المبتدئين. حتى في لعب القمار او في لعب الورق وكده بيبقى في حاجه كده ان ممكن واحد كده تضرب معاه كده، دي بيسموها حظ المبتدئين. خلاص. فالدكتور قال له طب العب دور تاني، لعبه غلبه، دور تاني غلبه، دور تاني ايه ده غلبه بقى انتشر الخبر في القريه. إيه والقسيس طبعا ذهل ايه ده. والناس كلها بقت تتكلم في الحكايه دي، ازاي الولد العبيط ده بيغلب الدكتور والقسيس في الشطرنج، بيغلبهم هما الاثنين. ينتشر الخبر في القريه ويتم اعتبار الامر معجزه كونيه، اعتبروها بقى ده ايه ده الملائكه جابت له دي معجزه. وبعدين ايه كل لعيبه الشطرنج بقى اللي في الحريفه اللي في القرى المجاوره بقوا يجوا يلعبوه يغلبهم، فاز عليهم كلهم. حتى المدن اللي بقى يعرفوا ان في هنا لعيب شطرنج استثنائي، فيقولوا بقى كل لعيب الشطرنج من الدوله كلها يغلبهم. آه، ويصل الصبي وبعدين ايه يقولوا لا ده انت لازم بقى تخش في البطولات اللي هي تبع الدوله، بطوله مش عارف ايه، بطوله ايه، بطوله برلين، بطوله مش حاجات كده يعني. وبعدين وصل اللي بيلعب بالبطولات الدوليه لحد ما بقى بطل العالم في الشطرنج الواد العبيط ده. ومع انه ظل اخرق في حياته الاجتماعيه، لكن فضل في حياته الاجتماعيه عبيط كده، فلاح جلف كده ومش مثقف، ما بيعرفش يقرا يعني حاجه كده اللي ايه يعني. يعني هو عبقريه استثنائيه في الشطرنج، حاجه في مخه كده نامت عبر مراقبته للشطرنج عبر سنين طويله. دايما اللي هو ايه بيسميه مش بيقول لك ايه كل ذي عاهات جبار. ساعات كده اللي هو بيبقى عنده قصور فكري بيبقى زي اللي عنده توحد. اللي عنده توحد ده ممكن يكون عبقري جدا في الحسابات والحاجات. فهو الواد ده واضح ان هو ايه كان عنده توحد، بس واضح ان ستيفان زافاين كان المرض ده لسه ما تصنفش في الوقت اللي كتب فيه الروايه دي. لانه لو كان اتصنف كان قال لك ده عنده توحد، لان العبقريه دي اللي شخص عبيط كده مش ممكن دي بتيجي بسبب التوحد، ان مخه كله بيركز في حاجه واحده، فبيبقى فيها عبقري جدا.
ومع انه ظل اخرق في حياته الاجتماعيه وليس في حياته الا كسب المال من الشطرنج ومخالطه الريفيين والناس العبيطه اللي زيه. يبقى يا باشا عنده حاجه واحده بس، يكسب فلوس يحوشها، وايه، ومصاحب شويه عبط كده زيه من القريه بتاعته، ياكل معاهم ويشرب معاهم ويقعد على الارض معاهم وعبيط كده زيهم. خلاص. فهو كان مسافر على السفينه، بطل العالم بقى. واضح ان هو كان رايح لاحد المسابقات في امريكا او حاجه زي كده. ينتهز الركاب فرصه لما الركاب عرفوا ان في بطل العالم في الشطرنج موجود بينهم، وان هو ممكن يلعب حتى مع البوابين ما دام هيكسب فلوس. قال لك احنا عارفين ان هو بيحب الفلوس، فقالوا ايه، ننظم بطوله بينه وبين كل 10، نقسم الركاب 10 10 10 10 10. خلاص. وايه، هو يلاعبهم ويقفوا كده ترابيزات جنب بعضها، كل 10 كده على ترابيزه جنب بعضها، وهو يعدي على ترابيزه ويقوم ايه، لاعب لعبه ويسيبهم يفكروا، ويعدي على دي ويلعب لعبه خلاص. يعني 5 6 ترابيزات كده، كل ترابيزه عليها 10، يقفوا واقفين بقى يتناقشوا ويتجادلوا وبتاع لغايه ما يرجع لهم يكونوا ايه، قالوا طب نلعب كده بقى، يلعبهم ايه 10 10. هزمهم جميعا، كل يوم يلعبهم ويهزمهم ويدفعوا له فلوس كل يوم. هم متفقين معاه الدور بكذا مثلا $50 بتاع حاجه زي كده. اوكي، كل يوم هم 6 7 ايه، كل 300 $400 زي الفل، اغلبهم كل يوم. نرجع بقى لصاحبنا اللي كان ايه، معتقل. استغرب قوي الناس بيجوا بالليل وبيقعدوا ايه، يجتمعوا كده فوق سطح السفينه في حته كده، في قاعه مسقوفه كده فوق سطح السفينه، وبيقعدوا يهيصوا وبيعملوا كده. قال ايه ده، الناس دي بيعملوا ايه؟ فراح بص لقاه المشهد ده ان هم بيلعبوا شطرنج، فجات له قشعريره، لان هو يعني خايف من الشطرنج. فيصاب بقشعريره، ولكنه بقى ايه من الملل وكده، بيتحمل على نفسه وبيقعد يتفرج على احد المباريات. وبعدين بص كده لقاهم الجمهور اللي هم ال10 اللي بيلعبوا الولد البطل ده هيلعبوا لعبه، فقال لهم لا ما تلعبوش اللعبه دي، يلعبوا دي احسن. فاستغربوا قالوا ايه ده؟ لان انتوا لو لعبتوا دي هتخسروا اكيد، خلاص الدور انتهى، هتخسروا. وقال لهم العبوا اللعبه تانية دي. فلما جه البطل الولد بقى الراجل اللي بيعدي عليهم ده الشطرنج ده، بص لقى اللعبه بتاعتهم، هو بقى حريف، دي مش لعبهم، هو فاهم ان هم يلعبوا اللعبه الغلط. فلهم لقاهم لعبوا لعبه بريليانت، ضحوا بحاجه، عملوا بحاجه. فهو استغرب، ده مش تفكير الانسان انت عارف، انتوا عارفين طبعا الناس الحريفه قوي في الشطرنج تلاقي عندهم ميزه معينه، وهي ايه؟ انه بيضحي. يقوم يديك وزير، انت تقول ايه، الله وزير، هو يديك بعدها مات. يديك حصانين، يديك حصان وفيل وبعدها مات. هو لان هو لما بيديك قطعه انت بتاكلها او بتعمل يعني ايه، مثلا ايه، في حاجه اسمها استدراج الملك، اطلعه من الخن بتاعه، او مديله الفيل كش ملك. خلاص، هو ما فيش حل غير ان هو ياكل الفيل، فيقوم الملك واكل الفيل، او مديله كش تانية فيتحرك كده. خلاص انا خرجته من الايه، من العرين بتاعه، بس العب بقى الطش فيه بقى زي ما انا عايز. فالتضحيه بالوزير وبالقطع دي، ده اسلوب اللعب الكبار اللاعبين، مش صغار اللاعبين. صغار اللاعبين ما بيضحوش، كبار اللاعبين هم اللي بيضحوا، والعباقره منهم اللي بيضحي بالوزير كمان. والمهم ان انا استدرج الملك، وبتكون انت فاهم بقى الرقعه، وفاهم ان الملك هتخنقه في ايه، وتقوم مديله القاضيه فيها. خلاص. وينصحه بالاعتراض، وعندما يحضر البطل الى الرقعه يندهش من تلك اللعبه الغير متوقعه، ثم ينتهي الدور بالتعادل بفضل نصائح المعتقد. يفضل بقى ينصحهم، فالدور بينتهي بالتعادل. حاجه غريبه قوي، ايه ده؟ خلاص. بفضل نصائح المعتقل السابق وسط اندهاش الركاب ايه ده؟ انت اتعادلنا مع بطل العالم. فصيحاتهم والتفافهم حوله، والذين يطلبون منهم ملاقاة. قال له بقى بص بقى، انت بقى الوحيد اللي حريف شطرنج فينا، لازم تلعب مع الراجل ده. يطلبون منه ملاقاة البطل في مباراة ثنائية لوحده. فرفض، قال له لا لا ابعدوا عني، انا مش عارف ايه. قال له بص، هتلعب خلاص، الى ان يستطيعون اقناعه. وبعدين ايه، طيب المراهنات او الفلوس اللي هياخدها الراجل ده، في واحد مليونير امريكي على السفينه قال انا هدفع له الفلوس للراجل اللي هو البطل ده. فيلعب مباراه واحده
وسط مراهنات بمبالغ عاليه جدا وتكون النتيجه مذهله، حيث يفوز على البطل. المعتقل السابق ده فاز على البطل. الناس مذهولين، ده بطل العالم. البطل وطبعا هو البطل عبقري يعني، دول ناس بيلعبوا شطرنج على مستوى عالي جدا، فاستسلم قبل الدور ما يخلص. ايه ده؟ هم مستغربين يعني الدور خلاص ما خلصش، في لعب كتير، لكن خلاص بيعمل الملك كده، معناه ان هو بيعترف بالهزيمه. يعني هو عرف ان الدور ده خلاص بقى هزيمه، ان في طبعا الناس الحريفه بتعرف كده، بتعرف ان خلاص ان الدور ده هينتهي بهزيمه، دي بتبقى قمه الحرفنه يعني. فبيعترف بالهزيمه. يعترف البطل بالهزيمه ويطلب مباراه ثأريه، وقال لهم طب انا عايز العب، لازم العب مباراه ثأريه، ما ينفعش اتغلب وامشي كده، لازم العبه مره ثانيه. فالمعتقل رفض، وقعد برضه قعد يلح عليه ومش عارف ايه، ولا ومن حقه يلعب، فقال طب ماشي. فوافق بعد الحاح كل الركاب. وبس اثناء اللعب بقى جات له النوبه، ارتد عليه المرض العقلي، فجاله هلوسه، وقعد يقول ايه، مش عارف ايه. فطبعا انسحب باللعب وايه، ورجع اوضته وقال انا غلطت ان انا لعبت، واعترف يعني خلاص تم اعتبار المباراه ان هو منسحب، يعني منسحب يعني مهزوم. هنا نلاحظ ان ستيفان زافايج يربط بين الشطرنج والخرق والجنون يعني والعبط يعني. وهو هنا يعبر عن رايه السلبي في لعب الشطرنج القائمه على الصراع، بينما هو انسان محب للسلام. يعني الناس النقاد قالوا هو ليش ستيفان زافايج خلى لاعب الشطرنج ده عبيط؟ قال لك لو هو ما كانش بيحب الشطرنج. ليه؟ لان الشطرنج لعبه قائمه على الصراع، وهو انسان مسالم. فعلا هو انسان كان كويس جدا يعني، انسان مسالم وما بيحبش الحروب وما بيحبش الصراعات وحاجات زي كده. دي روايه لاعب الشطرنج، انصح كل واحد يقراها، هيستمتع بيها. في بقى بعد كده مقولة لشمس الدين التبريزي، ده أحد شعراء الصوفية. بيقول كيف يمكن للبذرة أن تصدق أن هناك شجرة ضخمة مخبأة داخلها؟ يعني البذرة لما تيجي تزرع شجرة، بذرة، تحط بذرة، طب ازاي البذرة، هل البذرة دي ممكن تتخيل لو هي بتفكر يعني ان هي جواها في شجرة بس مستنية شوية مية وهتبقى شجرة عملاقة؟ هو هنا بيلمح على ان جوه كل انسان بذرة خير ضخمة جدا ممكن تنمو. في مقالة تانية كلمة كنت كلمتها برضو، العقاد وإحسان عبد القدوس. دخل العقاد يوما في ملاسنات صحفية مع إحسان عبد القدوس حيث تطاول إحسان على العقاد. إحسان برضو كان إيه يعني، كان رخم في الأول، في أول حياته كان رخم يعني، هو السجن والبتاع دي خلاه يبقى مؤدب شوية. حيث تطاول إحسان على العقاد، بس العقاد مش سهل برضو، العقاد ده بلوى مسيحة. فرد عليه العقاد وقال له يا ابن من لو أغلقت ساقيها لمت جوعا طبعا بيتكلم عن مين؟ عن أم إحسان عبد القدوس اللي هي مين؟ روزا اليوسف. روزا اليوسف دي أصلا كانت ممثلة، وكانت بتمثل في مع تقريبا مع يوسف وهبي، وكان تحت مسمى فاطمة اليوسف. هي طبعا مارونية، يعني يعني زي ما بتقول أسلمت أو حاجة، فسمت نفسها فاطمة اليوسف. فكانت دي عملت قعدت تمثل وبتاع، وبعدين تقريبا حصل لها حاجه معينه منعتها من التمثيل، صوتها تقريبا حصل فيه حاجه او شيء من هذا القبيل يعني، منعها من التمثيل. فاتجهت الى الايه، الى الصحافه، وعملت مجله روزا اليوسف. هي كانت ست عبقريه، وجابت صحفيين كويسين جدا ومش عارف ايه، يعني فعلا بقت مجله قويه جدا. روزا اليوسف هي الست دي انشات من لا شيء كده مجله عبقريه اللي هي روزا اليوسف. وطبعا ابنها اتجوز محمد عبد القدوس اللي هو ابو حسين عبد القدوس، ده ممثل برضو قديم قوي. مع انتوا اكيد عارفينه، بس لو شفتوه هتعرفوه، محمد عبد القدوس معروف يعني، محمد عبد القدوس يعني. ف هي بقى فدخلت، فهو قال له يا ابن من لو اغلقت ساقيها لمت جوعا. يعني انت ابن، ده انت امك كده لو قفلت رجليها انت هتموت من الجوع. طبعا دي شتيمه شتيمه فظيعه من العقاد يعني مستوى منحط يعني بصراحه يعني. بيقول له يا ابني الوليه اللي لو قفلت رجليها انت هتموت من الجوع مش زي ما في حد يقول كده.
العقاد كان من ملوك الهجاء النثري في عصره دون منازع، بيد أن إحسان يستحق هذا السباب وزيادة، فقد كان من كوارث العصر والأوان في الصحافة والأدب من وجهة نظري يعني. ليه بقى؟ هو من روج لأكذوبة الأسلحة الفاسدة والتي لم يعتذر عنها رغم ثبوت تلفيقها. هو من روج لأكذوبة الإقطاع والرأسماليين الأشرار برواية شيء في صدري، والتي بررت للوعي الشعبي مشروعية العصف بالصناعيين المصريين. شيء في صدري كانت عن عبود باشا. هو ما قالوش انها عبود باشا، لكن واضح قوي كان القصه عن عبود باشا يعني. طبعا شيء في صدري مطلعين رشدي اباظة عبود باشا ده عميل الانجليزي وسافل ومنحط وبتاع. طبعا الراجل ما كانش كده، هو ما كانش ملاك صحيح، بس ما كانش بالشر الفظيع اللي انت عامله ده يعني يا حسين القدوس. هو كان بيروج لعبد الناصر فكره الاطاحه بالايه بكبار رجال المال والصناعه، ان عبد الناصر ما كانش عايز حد، ما كانش عايز في البلد راجل غيره، يعني حد ليه قيمه غيره. انتوا قيمتكم ايه؟ قيمتكم الاراضي الزراعيه هاخدها منكم، وانتوا قيمتكم ايه؟ المصانع هاخدها منكم، وانتوا قيمتكم كتاب وادبيين هدخلكم السجن. كده يعني. ده اسلوب عبد الناصر. الحاجه الثالثه برضو اللي انا باخدها، ده كلامي كله انا، ده اللي هو الثلاث حاجات باخدهم على حسن عبد القدوس، ان هو روج لاكذوبه الاسلحه الفاسده ولم يعتذر عنها، مع انها اكذوبه اكذوبه اكذوبه. مفيش حاجه اسمها اسلحه فاسده خالص، هي كانت اسلحه اكثر تطورا، والضباط كسلوا يتدربوا عليها. طب وماله الملك فاروق؟ جاب لهم اسلحه متطوره، وده اللي قاله الفريق الشاذلي في شهادته على الاصل. كان في الحرب دي سئل عن أسلحة، قال لا هي كانت اسلحه حديثه، وبعض الناس ما اتدربوش عليها او اتدربوا على القديمه وافتكروا ان القديمه زي الجديده. والحالات اللي حصل فيها موت هي القنابل، اللي هي قنابل اليد دي، اللي هي بتشد الفتيل كده وتقوم راميها. الجنود متدربين على اللي هي ايه، تشد الفتيل وتقول ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقوم راميها فتنفجر. ده وقت طويل، واحد هيستناك. فالملك فاروق جاب لهم قنابل احدث، قنابل يدويه، اللي هو بتشد الفتيل وتعد لحد 5 بس، تشد كده 1 2 3 4 5 ترمي. احسن طبعا. بس الجنود بعض الجنود ما اتدربوش على الحديث، ففضلوا يعدوا لحد 10، فطبعا كانت بتنفجر فيهم. طب هو ذنبه الملك فاروق ايه؟ زي ما قلت، دي تاني حاجه، انه روج لاكذوبه الاقطاع والراسماليين الاشرار بروايه شيء في صدري، والتي بررت للوعي الشعبي ولعبد الناصر مشروعيه العصف بالصناعيين المصريين اللي دمرت مصر. ثالث حاجه، هو صاحب الروايات التي مجدت الخطيئه والانحلال، من اول لا انام، الطريق المسدود، ابي فوق الشجره، ايام في الحلال، الخيط الرفيع. الخمس افلام دول طبعا كلكم عارفينهم، يعني دي افلام بتدافع عن العاهرات بكده باختصار كده. هي الافلام بتدافع عن العاهرات. يعني الخيط الرفيع بيدافع عن ايه؟ فاتن حمامه البطله عاهره، عاهره بتبيع للي يدفع، بيطلعها بطله ومش عارف ايه وحاجات زي كده. طبعا دي يعني ما كانش صح بين حسين عبد القدوس. دي بالنسبه لي انا الحاجات دي هي بتشكل لي مشكله مع حسين عبد القدوس، مع ان هو اديب كويس عنده افكار حلوه في قصصه. يعني انا قريت اغلب قصصه، كانت زمان قصصه بتنزل الناس بتقراها كتير يعني. كانت دايما، انا قبل كده اتكلمت عن الحكايه دي، كانت الناس زمان غير دلوقتي. يعني انا اخويا الكبير الله يرحمه كانت ليه شله كده، كانوا حوالي يمكن 7 8 يمكن 10 حتى، مع بعض رايحين جايين، عارفين زي مسلسل فريندز كده، يذاكروا مع بعض، يروحوا السينما مع بعض، بتوع بنات مع بعض. يعني ايه شله ايه، مش بايظه بس ايه، شباب اشقياء زي موضه العصر ساعتها يعني. حسن يوسف بقى واحمد رمزي والحاجات دي، هو الجو بتاعهم كده، ويتخانقوا ويضربوا ويعملوا خناقات ويعملوا مش عارف ايه، وكانوا كده يعني. يعني هم ابعد الناس عن الثقافه، ما فيش في دماغهم غير البنات والسيما والايه والخناقات. ومع ذلك حاجه غريبه جدا، كانوا يشتروا اي كتاب ينزل. كان زمان الكتب بتنزل عند بائعه الجرايد، ما اعرفش التقليد ده لسه موجود ولا لا. يعني يعني حسين عبد القدوس لما بيطلع روايه مثلا، او نجيب محفوظ، مش بتنزل بس في دار النشر او في المكتبات، لا دي بتنزل عند بقى بائعه الجرايد. يعني تروح عند بائع الجرايد تلاقي روايه نجيب محفوظ نازله،
تلاقي روايه او مجموعه قصصيه لحسين عبد القدوس، تلاقي حاجه ليوسف ادريس، تلاقي حاجه كتب حتى مثلا محمود عوض، مش عارف ايه، ح- عند بتاع الجرايد. وانا كنت الحكايه دي فادتني قوي، فادتني جدا. ازاي؟ كان في عندنا واحد بتاع جرايد صعيدي اسمه محمد الجرموني، الله يرحمه. انا بقى كنت في اعدادي وحاجات كده وبتاع، فكنت بجيب يعني هو في شارع شبرا كده على ناصية خمروية، شارع خمروية اللي من شبرا عارفين الحكاية دي، على ناصية خمروية كده مع شارع شبرا، كان هو بيفرش هناك. اسمه محمد الجرموني، وكان ضخم كده وصعيدي كده ضخم كده. وبعدين كان عارفني لانه كان يعني ايه، عارف ابويا وكده يعني، لان ابويا كان هو بيجيب له الاهرام، بيحدفها لنا في البلكونه كده الاهرام كل يوم. فكان عارفني، عملت ايه عملت ايه عملت ايه. فانا ايه، كنت اقعد اتفرج على الكتب كده واقعد افر فيها. هو طبعا خلص بقى، انت بتعمل ايه، وعارف ان انا مش هشتري، ان الكتب غاليه، اللي هي الكتب بقى اللي نازله دي كتب حلوه جدا، ده في كتب منها كانت مجلدات كده مترجمه يعني. فكان بيقول لي انت هتشتري الكتاب ده؟ تبقى تقراه؟ قلت له اه بس ده بكام؟ قال لي لا قلت له كذا، قال لي ده، قلت له لا ده غالي قوي. قال لي خلاص اقراه وهاته بس ما توسخوش وادفع اي حاجه. وفجاه بقيت اخد الكتاب اقراه واحافظ عليه بقى نضيف وارجعه له، وادي له قرشين ساغ، ادي له يعني حاجه كده خلاص ياخدهم. فضلت على كده، قريت من عنده كتب، يعني اي كتاب ينزل كنت اجيبه اقراه. كتاب غالي جدا، يعني غالي بالنسبه لي، يعني ما كانش غالي قوي يعني الكتب مش غاليه قوي يعني. كانت الكتاب اجدع كتاب تلاقيه يعني ب 30 قرش، ده لما يكون بقى كتاب ايه. كانت الكتب بسبعة ساغ وثمانية ساغ وحاجات كده، و10 ساغ و12 قرش، حاجات 18 قرش حاجات كده يعني. بس انا بالنسبه لي كنت مثلا ايه، اما اجيب الكتاب واقراه وادي له قرشين ساغ، او ساعات ادي له قرش ساغ يعني، ما يقولش يلا يلا كده بعد كده. فادني جدا، فادتني جدا 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 حكايه ان انت تستعير دي. وطبقتها مع واحد تاني، ده مصر زمان كان فيها حاجات غريبه قوي انتهت ما اعرفش يا اخي. كان في واحد تاني في مدرسه كده بقى، في مدرسه موجوده في شارع شبرا يعني على الناحيه التانيه، ما اعرفش اسمها حدائق شبرا. السور بتاعها كان فارش عليه واحد، كنا مصاحبينه بقى، بيبيع كتب قديمه مستعمله. فبرضه نفس الكلام، هي كتب مستعمله صحيح بس برضه لسه غاليه علينا. ومجلات بقى سوبرمان ومش عارف ايه وطواط والبتاع، فكان برضه بايه، بيسلفنا المجلات دي، بيأجرها لنا، بدل ما اروح اشتري مثلا المجله ب 20 صاغ او ب 3 صاغ سوبرمان والوطواط والحاجات دي، تجيب المجله تقراها وترجعها له تدفع له تعريفه. كتاب تاخده تقراه وتدفع له ارساخ. قريت انا حاجات بالهبل عند الناس دي. آه، آه، واحد انا فاكر واحد كاتب المقاله دي بقى لها سنتين او حاجه، فواحد كاتب لي صديق يعني على الفيسبوك بيقول لي ايه، موافق على كلامك، ولكن هناك نقطتين ارجو ان يتسع صدرك لهما. يا عم يتسع صدري يعني، حتى لو ما اتسعش يعني اعمل لك ايه. السباب بهذا الشكل ليس هجاء، اللي هو بتاع العقاد، اللي هو بيقول له يا ابن من لو اغلقت ساقيها لمت انت جوعا. يعني امك بتشتغل في الدعاره، وفلوس الدعاره دي هي اللي بتاكلك بيها. طبعا يعني ما يصحش من العقاد بصراحه يعني انا ما تخيلتش ان العقاد ينزل لهذا المستوى بصراحه. تاني حاجه، احسان في رواياته غير افلامه، والخيط الرفيع مثلا فيها اختلاف عن الفيلم السينمائي. انا معاك ولكن هو وافق على الفيلم، معلش. زي نجيب محفوظ، ما نجيب محفوظ بيقول كده، بيقول حاسبوني على الروايه، ما تحاسبونيش على الافلام بتاعت اللي عملها حسن الامام والكلام ده. يعني حسن الامام شوه الثلاثيه، شوه. ايه ده، ايه الراقصات دول كلهم، وكلهم إيه الشعر الاصفر ايه دول، هيروح على شويه السيد احمد جواد ده واصحابه دول، مش من اصحاب الملايين ولا حاجه، ده شويه بقالين وشويه بتاع. العائرات ما كانوش بالشكل ده اللي ظهر في الفيلم كده، وعوامه بقى واغنياء كده، ده كنا ناس يعني ناس متوسطين يعني. يعني كانوا بيروحوا عند زبيده العالمه في بيتها
وكانت كبرها قوي، يبقى عندها واحده تانية عواده اللي هي زنوبه بس، ويقعدوا كده يهنكروا ويهزروا ويناموا معاه ويمشوا. لكن مش فكر بقى ان جايبه له 50 رقاصه ليه؟ الملك فاروق، ده الملك فاروق ما يقدرش يدفع ثمن الرقاصات دول. فبس احسان نجيب محفوظ طبعا لما تيجي لما بييجوا يقولوا له ايه اللي دوت، وبرضه في افلام كتير عملها برضه حسن امام اللي نجيب محفوظ. ف زوال المدق وخان الخليلي، عمل روايات كتير لنجيب محفوظ. فلما سالوا حسن الامام بيقول لهم انا حاسس هو نجيب محفوظ لما يجي عندي يبقى اسمه نجيب محفوظ الامام. كان متعجرف قوي ابن الذين ده. وكان يعني بيعمل حاجات في افلامه عجيبه عجيبه. يعني سافل. كان يجيب لك يختار الممثلات، اهم شرط في الممثله ان يكون مؤخرتها كبيره، ويجيب الكاميرا على المؤخره بتاعتها ويقول لها هزي إيه؟ سافل. مخرج المؤخرات ده قالوا عليه كده مخرج المؤخرات. نجيب محفوظ بقى لما سالوه قال لهم والله انا حاسبوني على اللي انا كتبته، انا الفيلم السينمائي ده بمسؤوليه المخرج، انا ماليش دعوه. هو كان حاطط قاعده كده، طبعا انا مش موافق عليه، لا. الولد اللي ضربه بالسكينه نجيب محفوظ، سالوه قالوا انت قريت الروايات؟ قال لهم لا. امال ايه؟ طب انت ضربته ليه؟ قال لهم عشان الافلام بتاعته اللي كلها رقص وكلها بتاعته. قالوا طب هو ماله يعني المخرج؟ هو ما يفهمش طبعا الحكايه دي. فانا بلوم نجيب محفوظ يعني واحسان عبد القدوس، يعني ما فيش حاجه اسمها ان الفيلم ده بقى يعني المخرج هو المسؤول. لا يا حبيبي، ما دام حطيت اسمك على الفيلم بقيت مسؤول معاه. ممكن حقك ترفض، لا، وتكتب في العقد كده لازم توافق على السيناريو، لازم توافق على السيناريو، ما ينفعش تسيبه يشوهه كده. فانا كاتب، حتى رديت على صاحبنا ده اسمه محمد عبد المنصف حامد، ده صديقي على الفيسبوك. قلت له ايه، هو وافق على ما جاء في الافلام واسمه مكتوب على الفيلم، كان كاتب قصه خلاص. على فكره برضه اخ لي صديق بيقول لي الكلام ده من سنتين، وذاق كاس الظلم ان عبد الناصر بعد ما قدم له خدمه العمر في موضوع الاسلحه الفاسده وموضوع شيء في صدري اللي دمر بيه رجال الصناعه والمال، عبد الناصر حبسه. حبسه 3 شهور، عذبوه فيه يعني، كل علقه موت فيها. ولما طلع من السجن، عبد الناصر عمل اجتماع كده مع صحفيين ومع كتاب، فهو كان قاعد احسان ابو قدوس ورا كده. هو جه مضطر يجي، قال له تعالى لازم تيجي. فبيقول له ها يا احسان اتعلمت الادب؟ لانه كان كتب مقاله كده فيها شيء من البتاع. ايه حاجه سفاله يعني. خلاص. كفايه كده بقى، 47 دقيقه كفايه كده. كفايه كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.